سافرت كينيا، ولما وصلت مطار نيروبي شنطتي ما وصلتش، وقعدت اكتر من شهرين بجري ورا شركة الطيران، وفي الاسف شنطتي ضاعت. عندي فكرة تطوعية نفسي توصل لأي حد من اللي شغالين في مجال الطيران. في إحصائيات بتقول إن من وسط كل 1000 مسافر في 3 أشخاص شنطهم بتضيع. قشطة، يعني 3 من وسط 1000 ده مقبول. بس لما تعرف إن في 2023 سافر 1,300,000,000 شخص خلال السنة، يعني في 3,900,000 شنطة ضاعوا. الفكرة ان مع كتر الرحلات والشنط والزحمة، فالمطارات ما عندهاش البشر اللي تقدر تفرز الشنط دي وترجعها لاصحابها، فبيحطوها في اوضة وبعد شهرين او 3 بيرموها او بيبيعوها. فماذا لو عملنا فريق من المتطوعين في كل مطار يعملوا فرز لكل الشنط اللي موجودة ويصوروها ويراجعوا الايميلات اللي بتبقى فيه ناس كتير جدا بعت صور شنطها وتفاصيلها وكل حاجة، ويقدروا يتواصلوا مع الناس دي ويرجعوا الشنط. حقيقي ده بالنسبة لي عمل تطوعي نبيل جدا. فأتمنى يوم من الأيام أشوف متطوعين يقدروا يعملوا حاجة زي دي، وإن المطارات تفتح الخدمة دي. أنا أول واحد هيكون بيعمل الموضوع ده.